التعليم الفني في مصر هو أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة، بل أنه يعتبر قاطرة التنمية ودعامة هامة من دعامات منظومة التعليم، حيث يسعى بنوعياته المختلفة إلى إعداد القوى العاملة الماهرة اللازمة لخدمة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. في ثورة صناعية في البلد دلوقتي، البلد كلها متجهة إلى التخصصات الحديثة. نقدر لو احنا حبينا نقول الولد ده اصلا ينبغ في حته معينه، هو شاطر في المواد الرياضيه، نقدر نقول ده يتجه الى الميكانيكا. لو هو مثلا عنده ميول اصلا حرفيه، نقدر نقول نوجهه مثلا لصيانه كذا. ده على حسب ميول الطالب وعلى حسب رغباته. بعد كده يبقى انا اما بدخله سوق العمل يبقى هو مستعد، حتى ولو حتى بالعلم، يبقى هو هيدخل تخصص معين لكن علميا يقدر يسد في اي مجال هو عايزه. التعليم الفني لازم يكون ليه اهتمام اكتر، حتى لو هيهتم بيه في سوق العمل. طبعا حكايه ان الطالب يخلص يخش هندسه، هو التعليم الفني مش معمول لكده اصلا، بس للاسف الطريق هنا في مصر دخل حاجه تانية خالص. التعليم الفني في مصر انا شايف ان هو الفتره الجايه هيبقى العين عليه اكتر. التعليم الفني مجالاته مفتوحه، هي دي ميزه بتميزه عن التعليم العادي، ان المجالات مفتوحه في كل مكان، شغله كتير، كل اللي باخده نظري بنطبقه عملي، فده بيفيدني ان هو ينمي عندي اللي انا خدته في النظري. الانسان لما بيجي بيشتغل بايديه بياخد خبره اكتر، لما فيش مصنع او ورشه بتاخد من المكن. ف قسم الميكانيكا بيعلمنا ازاي نعمل صيانه للمكن وازاي نعمل اجزاء الماكينات. معظم الدول بتتميز عن الدول الاخرى بالصناعه. التعليم الفني المفروض يعني هو يكون هو اساس الصناعه، هو اللي بتعتمد عليه اي دوله متقدمه في انها تنمي نفسها زي المانيا او الصين. لما اكون ماسك قطعه حديد واقدر ان انا اشكلها على المخرطه او على الفريزه او على الميتاب او اي مكنه، طبعا بكون فرحان ان انا قدرت ان انا اعمل من لا شيء لحاجه معينه وليها دور معين. قطعه غيار مثلا العربيه او مفتاح اقدر افتح بيه مسمار. انا ما دخلتش قسم بارادتي يعني، بس اول لما دخلت اكيد ارتضيت بالامر الواقع اللي موجود، واضطريت ان انا لازم اتعلم اللي فيه، ولازم ما ينفعش ان انا اقف ما اتعلمش حاجه. اكيد حاجه لازم مكان فيه لازم اتعلم منه. يعني النجاره مهمه لان ما فيش بيت في مصر مش موجود فيه قطع اساس من الخشب او كرسي او دواليب او غرف نوم او الكلام ده، فدي حاجه اساسيه طبعا النجاره في مصر او في اي دوله في العالم. لازم يكون معايا حرفه تنفعني. اشتغلت بره ما جاليش شغل في التعليم اللي انا اتخرجت منه، يبقى اشتغلت في الحرفه اللي انا كنت فيها وهبقى متعلم برضو كتعليم، اللي انا هبقى دارس المكن، دارس انا شغال ازاي، دارس كتب خدت انا خبر كتير قوي عن الصناعه. فيعني هو الصبي يعني داخل مش متعلم، هو عايز يتعلم يعني، بس هيتعلم في ايه؟ كعملي. انا متعلم نظري ومتعلم عملي. في اولياء امور ممكن تقول لا خش تجاره، خش زراعه، ما تخشش فني. برضو الفكر بيسيطر على الناس. عودة لحضراتكم مرة أخرى. والتقرير اللي احنا شفناه من شوية ده من المفترض أنه هو تقرير من مدرسة فنية عادية جدا وحكومية، لكن بيبدو من الشكل العام أنها مدرسة جيدة ومبشرة. هل هو ده الشكل اللي تم تعميمه في مدارسنا أو الشكل الذي نسعى إلى تعميمه في مدارسنا؟ احنا كنا بنسمع خلال السنوات الماضية عن تراجع مستوى التعليم الفني، وأن الفنيين في مصر ما بيلاقوش فرصة حقيقية للعمل، وبيضيفوا إلى سوق البطالة أعداد كبيرة. بعد ما كان الفني المصري بيطلب بالاسم في دول عربية شقيقة ودول أخرى لتميزه، تراجعنا شوية في سوق العمل العربية، وحل محلنا ربما يعني أشخاص آخرين من جنسيات أخرى. لكن في يعني خطط لإعادة تواجدنا في سوق العمل، سواء سوق العمل المصرية أو سوق العمل العربية، لكن ده كمان محتاج معاه إعادة ثقافة المجتمع وتكوينها. لأنه مين فينا دلوقتي بيرضى إن ابنه أو بنته يكون يعني مقترن بحد من التعليم الصناعي أو التعليم الفني؟ مين فينا مقدر أهمية الفني اللي بيشتغل واللي بيقدر إن هو ينتج ويحصل على المال
اذا ما قورن بالجامعي اللي قاعد على القهوه بكل صراحه. يعني ده فكر عام لابد من تغييره، وعشان يتغير لازم التعليم يتغير ويحسسنا ان هو بيطلع منتج متمثل في شخص قادر وقوي ومثقف ايضا وقادر على خوض سوق العمل. المعايير دي كلها هنحاول نبحث عنها النهارده في حوار النهارده ونشوف مدى قدرتنا على تطبيقها، وبيسعدنا ان يكون مشرفنا في حوارنا دكتور احمد الجيوشي نائب وزير التربيه والتعليم للتعليم الفني. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، شاكرين جدا. اهلا بيك دكتور احمد. واعتقد انه رصد العديد من النقاط في مقدمه نهله، لكن الحقيقه لفت نظر انا بشكل شخصي التقرير اللي شفناه من احدى المدارس الحكوميه للتعليم الفني. صحيح. يعني الشباب واقف ازاي، الشكل، الاداء، الاجهزه اللي موجوده في المدارس، هو ده نموذج بس واحد ولا موجود على مستوى الجمهوريه؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقه بقول صباح الخير على كل مصر، ومصر جميله حقيقي بكل ولادها وكل الانظمه اللي فيها التعليم ولا صح. احنا عاوز اقول حاجه، الهدوم اللي احنا لابسينها مصنوعه في مصر، والاكل اللي بناكله طالع من ارض مصر وبايد الفنيين والفلاحين والمهنيين. خلونا يعني لما تكون البلاد في حاله من بتعاني شويه في بعض الحاجات، لابد ان احنا نبرز النماذج الجيده عشان نزرع الامل في الناس. صحيح. والا لو احنا في الحاله كده وبعدين قلنا بقى ده كل حاجه مش تمام والتعليم زي ما الناس بتقول كتير التعليم فاشل ومش عارف ايه والصحه ايه والدنيا كلها، طب نعمل ايه يعني؟ هنقفل البلد ونمشي؟ لا. في هذه الظروف لابد نزرع الامل في نفوس الناس. عشان كده انا سعيد جدا بهذه المدرسه اللي انتوا صورتوا فيها، وحقيقة هي واحده من مدارس كتير عندنا بنسميها المدارس الفنيه المتقدمه اللي هي 5 سنين. الولد بيخش بعد الاعداديه وياخد دبلوم 5 سنين. المدارس دي طبعا هي يعني مش عاوز اقول يا ريت المدارس كلها تبقى بالشكل ده، لكن هنعمل على ده. المدرسه دي ايه الفرق بينها وبين المدارس اللي لسه عاوزين نشتغل عليها ان شاء الله؟ انها شوف التعليم الفني بالذات التدريب المهني حاجه واحده يعني في تصوري، لابد ان يكون في تعليم جيد ثم تدريب جيد. هذه المدرسه قائمه على هذه الفكره. بمعنى ايه؟ انه اي تعليم فني، اي نظام تعليم فني في الدنيا تدريب مهني، لابد ان تتوفر له مدرسه جيده ثم طبعا مدرسين مدربين بشكل جيد. والاهم من كده هو ان هذه المدرسه او هذه المؤسسه التعليميه لابد ان تكون مرتبطه ارتباط مباشر ووثيق بالصناعه اللي بتخدمها. بمعنى ايه؟ ان لو انا عملت احسن مدرسه في الدنيا تعليم فني ولكن لم اوفر فرصه تدريب حقيقيه سواء للطلاب او للمدرسين اللي في هذه المدرسه في الصناعه في ارض في جوه الصناعه نفسها، هيبقى عندنا قصور كبير جدا. وهو دي الفكره اللي احنا بنعملها دلوقتي واللي بنسعى ليها واللي الدوله كلها متوجهه ليها، انها تعيد رسم العلاقه بين مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني وبين مؤسسات الانتاج بصفه عامه. ده مهم قوي يا دكتور. وهي دي النقطه في تصوري الحاسمه في القصه دي كلها. لو بنينا هذه العلاقه بشكل متكامل وبشكل مؤطر، يعني هذه العلاقه تكون واضحه ومكتوبه ومسؤوليات الطرفين تكون واضحه، عشان نوصل لايه؟ لان يبقى عندي خدمه تعليم فني جيده وخدمه تدريب مهني لهؤلاء الاولاد اللي بيدرسوا في المدرسه في الصناعه. الولد لو انت عملت احسن مدرسه تعليم فني في الدنيا ولم توفر فرصه تدريب في الصناعه، هيبقى ناقص الولد ده حاجه كتير من اللي هي بيسموها ايه؟ مهارات العمل. هو ده يعني موجود وبنشهده حتى في التعليم الجامعي، ان الناس بتدرس هندسه وبتطلع تلاقي الهندسه اللي هيشتغلوا فيها غير الهندسه اللي درسوها. أيوة، بشكل كبير. هي فاحنا هنا حضرتك بتكلمي عن نقطه مهمه جدا، هي ان احنا نربط بين المؤسسات الانتاجيه وبين هذه المدارس عشان نعرف ايه مشاكلها، ايه اللي نقدر نحله، ايه اللي هي محتاجاه من تخصصات. مش بس كده ده عشان توفر لي تدريب حقيقي لاولادنا دول هي عندها. صح. لابد يكون في تدريب جوه الصناعه. طب ايه انواع الاتفاقات بقى اللي قامت بيها مثلا يعني وزاره التربيه والتعليم؟ يعني احنا اولا عندنا نموذج اللي هو التعليم المزدوج اللي هو اللي كان بيسموه مبارك كل زمان من 25 سنه موجود في مصر، اللي هو النموذج الالماني تقريبا للتعليم الفني، اللي هو الولد بيقعد يومين في المدرسه و4 في الصناعه. ده النموذج شغال جدا وناجح جدا. بعض المشاكل مؤخرا لاسباب هنتكلم فيها يمكن، لكن ده نموذج جالي وواضح لربط المدرسه بالصناعه. ده بنعظم فيه دلوقتي، وممكن في نموذج من 4-5 سنين تبنته الوزاره، وهو مدرسه جوه مصنع بقى، مش بس ان هو الولد يقعد يومين في المدرسه و4 في المصنع، لا ده احنا هنعمل مدرسه كلها جوه المصنع. يعني معنى ايه؟ انا لو مثلا عندي صناعه الاعلام زي كده، انا هعمل مدرسه فصل ولا فصلين كده جوه هذا المبنى العريق،
كويس، بحيث انه هيوفر اولا في فصول تدريس وتعليم للولاد، ثم التدريب نفسه في نفس المكان. وبالتالي هذه العلاقه تنتج الولد بالمواصفات اللي انتوا عاوزينها، لانه انتوا المدرسه عندكم. طب هو ايه بقى الفكره دي كلها يعني وده هيخلي الاقبال اكبر، لانه الولد هيخلص وهيشتغل. الله يكرمك يا استاذ، هي دي بالظبط الفكره. انه الولد، وده هدف اي اب الحقيقه يا دكتور احمد. مشكله التعليم الفني والتدريب المهني في مصر انه اولا يعني كان عندنا مستوى جيد جدا من 30 40 50 سنه في الستينات والاربعينات والخمسينات اللي فاتت طب ايه اللي حصل؟ ما حصل حاجه كتير، انه معدل نمو البشر زاد جدا، بقى 2.7 دلوقتي مليون في السنه، ومعدل النمو الاقتصادي بتاعنا لم ينمو بنفس الدرجه. وبالتالي لما كنت بتصرف على 10 مليون ولا كده، غير لما تصرف على 20 مليون تلميذ، طبعا لم ننمو بشكل كافي. لكن هو ده اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي، ان احنا الدوله لا يمكن تطلع بكل هذه المسؤوليه، لان انفاق شديد جدا، بالذات مدارس التعليم الفني، المدرسه اللي حضرتك بتتكلم 50 مليون جنيه على الاقل يعني. طبعا. وبالتالي الدوله يعني عشان تقدر توفي بهذا النوع من التعليم وتصل بيه الى اللي احنا عاوزينه، لابد يكون في شراكه كامله. وده على فكره العالم كله كده دلوقتي. انا اتخيل دكتور احمد انه التعليم الفني تكلفته اغلى من التعليم طبعا بقول لحضرتك يا استاذ انه لو المدرسه بتكلف 10 مليون في التعليم العام، تكلف 50 مليون في التعليم العام. 50 مليون، لانه في اجهزه وفي مدرسين مدربين الله هي كده. وخروج منتج جيد يعني. طب الفجوه معلش، يعني احنا بنشتكي جدا، ومش احنا بس، يعني اصحاب المصانع واصحاب صحيح. التجاره في مصر بيشتكوا انه ما فيش ايدي عامله مدربه، بيشتكوا انه زي ما قالت نهله يمكن في المقدمه، انه خلاص حل محل العماله المصريه بره العماله الاسيويه بكل طوائفها وكل اشكالها. وخاصه في النواحي الحرفيه اللي احنا كنا متميزين فيها. المشكله دي فين رغم انه موجود عندنا الاساس يا فندم؟ اتفضل. الفكره جت ليه المشكله دي موجوده في الفتره دلوقتي استاذ نهله؟ انه هذا الكلام اللي بنتكلم فيه، ان المنظومه احنا عندنا نماذج هنا كويسه وحته ثانيه كويسه، لكن ما عندناش منظومه تجعل كل المنظومه كويسه. تعمم التجارب. ايوه، تعمم التجارب الناجحه، او تضع الاليات اللي تقدر، لانه اصل احنا بنتكلم على مدرسه او 10 او 20 غير المدرسه بنتكلم على احنا عندنا 2000 مدرسه تعليم فني وتدريب مهني، 2000 مدرسه. فلما بنتكلم على النماذج اللي احنا شفناها دلوقتي دي من شويه، دي بنتكلم على حوالي 50 60 مدرسه عندنا. هذا لما بنتكلم على 2000 مدرسه، قصه عشان نعمل نفس المنظومه دي محتاجه هذا الربط احنا بنتكلم فيه. وانا يعني اطمن كل الدنيا ان شاء الله انه هذا التوجه الجديد للدوله طبعا من سنتين ثلاثه، لما الاداره تمت نظره استراتيجيه اكتر للمستقبل، وانه مشروعات كبيره جدا زي مشروعات قناه السويس، محور قناه السويس، وهذه المشروعات الضخمه اللي هتوفر اولا فرص عماله كبيره جدا، بس احنا كمان دورنا بقى ان احنا نطلع الناس جاهزه لهذا الكلام. طب احنا هنعمل ايه؟ طب احنا دورنا بقى كوزاره في هذا الكلام؟ احنا عندنا، شوفوا، احنا في التعليم الفني بنشتغل في ثلاث مستويات كده زي ما بيقولوا. مستوى الدوله كلها اللي هو الخطه بتاع 2030 للدوله، ده خطه كبيره جدا وطموحه، بس اهدافها عامه جدا. ثم ننزل منها لتفاصيل اكتر شويه لخطه الوزاره في ال3 سنين اللي جايه. ثم لتفاصيل اكتر بقى، ولو ان الفتره اقل اللي هي 6 شهور دي اللي احنا فيها دي من ساعه احنا ما استلمنا، يعني حطينا خطه مؤقته بزمن بشهريا، بانه اهداف محدده عشان نعمل اللي حضرتك بتتكلم فيه يا استاذ طارق واستاذ نهله، انه لابد ان احنا نربط ونعيدها لهذه المنظومه الربط الكامل بينها وبين الصناعه. انا عاوزه اعرف الاساس في الخطه دي، بس اسمح لي حضرتك وحضرتك بتتكلم على الاساس ده، هل احنا مستعدين لتغيير بعض المناهج اللي بتدرس؟ لان احنا عندنا مثلا فني تجاري طبعا ما بقاش موجود، يعني احنا مش محتاجين ابدا سكرتاريا يطلع يكتب على الاله الكاتبه، الكلام ده عاف عليه الزمن. فهل هناك ضمن هذه الخطه اللي هي خلال 6 شهور او 3 سنين ان احنا نلغي بعض التخصصات ونستبدلها بتخصصات اخرى مطلوبه في السوق، وكيفيه الربط بينهم بقى وبين يعني سوق العمل؟ اولا استشرافا اللي حضرتك بتتكلمي ده استاذ نهله، من كام سنه بدا فعلا يقلصوا شويه من التعليم التجاري العادي اللي هو الاله الكاتبه والحاجات دي خلاص انتهت، يعني مبقاش موجوده، وبداوا يحولوا مدارس كتير من التعليم التجاري ده لمدارس فندقيه، لان عشان تخدم قطاع السياحه. الحاجه المهمه جدا بقى بندخل تخصصات جديده، بالذات في التجاري، في تخصص السكرتاريه الطبيه اللي هو في المستشفيات، تخزين الادويه، الحاجات دي كلها تخصصات عليها اقبال شديد جدا، وفي اسكندريه وفي مناطق ثانيه عليها اقبال شديد جدا، وده بنحول لهذه التخصصات. لسه بنتكلم مثلا احنا ليه ما بنعملش اللي هي السبلاي تشين، زي مش بلاش اقول اسماء محلات كبيره اللي هي الستورز الكبيره اللي هي زي بلاش نقول الاسامي دي. ليه ما نعملش مدارس بنظام التعليم والزواج مع هذه الهايبر ماركتس الكبيره دي، ان نودي يبقى عندهم فصول لاولادنا يتقنوا هذه الصناعه ويتعلموها في ارضها جواها. ده على سبيل المثال. لكن احنا المناهج بس المناهج
هذه الفكره اللي احنا بنتكلم عليها، انه لما نرجع عشان نربط الصناعه بالمؤسسات التعليم لابد المناهج تبنى بطريقه مختلفه، اللي هي ايه؟ ان انا هروح الصناعه دي يصنع يا مثلا صناعه تكييف وتبريد او فن تكييف او فن صحي او ايا كان المسمى التخصص بتاعه، بروح له انا كمؤسسه تعليميه اقول له لو سمحت قول لي حضرتك احصر لي ايه هي المهارات اللي انت عاوزها في هذا الخريج اللي هو 3 سنين او 5 سنين. ايه المهارات بالظبط، وحدد لي 1 2 3 4 5 6. انا دوري بالمشاركه معاه برضه عشان يبقى الناس شراكه كامله بيقولوا عليها، يعني اللي هي بيسموها البرايفت بابليك بارتنرشيب، اللي هي الشراكه الكامله بين العام والخاص. هو يحدد المهارات، ثم انا وهو نحول هذا الكلام الى برنامج تدريبي او تعليم فني، ثم انا وهو برضه نقيس هذا المخرج في الاخر. يا ترى بنقيس المخرجات على المدخلات اللي هو كان محددها لي، هل هي فعلا زودنا الولد ده بالمهارات اللي هو عاوزها؟ وبالتالي ساعتها هيبقى ما فيش بقى الشكوى انه الولد طالع ما عندوش مهارات الايه؟ السوق. طب بس عشان نعمل ده بقى، ده هنكتبه كويس على الورق. عشان يتعمل لابد يكون في علاقه كامله وتدريب حقيقي لهذا الولد في الصناعه. صح. طيب ده تم منه كام في المية لغايه دلوقتي؟ انا شوف بناء المنظومه على الورق، احنا ده خطتنا في 6 شهور دي. كويس. لان المنظومه لازم تبنى على الورق الاول، وطبيعه العلاقه دي تحدد، ويمكن اقول لكم حاجه كمان، انه يمكن برضه شغالين فيها في 6 شهور دول ان شاء الله، انه لابد يكون في مجلس يضم، لان عندنا مشكله في التعليم الفني والتدريب المهني انه كتير قوي بيقدموه 25 جهه تقريبا، ومفيش حاجه حقيقيه بتربطهم كلهم. كل حد بيشتغل على مزاجه. فده اللي احنا بنقول يعني فكره وزاره التعليم الفني دي كانت مش فكره الوزاره، مش بغض النظر عن الوزاره ولا لا، الفكره انه يبقى في كيان ما ينظم العلاقه ويضع السياسات ويتابع تنفيذها لكل هذه الفسيفساء زي ما بيقولوا. بمعنى ايه؟ انه احنا برضه شغالين في ال6 دول ان شاء الله، ان هذا الورق هيتضمن معايير كامله وواضحه ومكتوبه لكل شيء بيخص التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. بمعنى ايه؟ المهارات تحدد، هنعملها ازاي، هنختبر الولاد ازاي، كل ده مكتوب في ورق زي ما النظم العالميه اللي عملت منظومات ناجحه في التعليم الفني والتدريب المهني عملت. لازم تكتب هذا الكلام في مراجع مكتوبه عشان كل الناس تلتزم ويبقى لها ادوارها محدده وواضحه، وانا اقدر اسائل الناس واسائل نفسي قبلهم. بعد اذن حضرتك، طبعا حضرتك كلمتنا عن انه في معلمين. المعلمين نفسهم برضو محتاجين تدريب على البرنامج ده. لانه يعني فاقد الشيء لا يعطيه. احنا اولادنا في المدارس الابتدائي والاعدادي بيطلعوا ما يعرفوش يكتبوا اساميهم بغض النظر عن التعليم الفني، بنتكلم عن التعليم بشكل عام. بس مش كلهم، لا مش يعني اصل احنا برضو لما يعني كلهم يعني او ناس كتير يا فندم حتى الان عندهم اخطاء املائيه رهيبه لا تصح حتى في الجامعه. ده انعكاس لمستوى التعليم وتدنيه. انا مش بقول على الاطلاق، لان برضو المصري لما بيطلع بره ويوضع في منظومه بيثبت ان التعليم اللي اتعلمه ده حاجه هايله، يعني هو فقط ضبط المنظومه. فاحنا برضو عايزين نضبط منظومه المعلمين. صحيح. شوفي احنا قلنا ان المنظومه دي اللي هنكتب على ورقه دي في 6 شهور ان شاء الله عشان تتطبق صح، عاوزه 3 حاجات. هذه العلاقه بين التعليم والصناعه دي نمره 1 انا في رايي. ثاني حاجه التدريب لكل اعضاء المنظومه. ثم الاهم من كده هو تجهيز هذه المدارس بالامكانيات اللي تفي بكل متطلبات هذا التدريب اللي احنا بنحط له تصور دلوقتي، او بنحدد له اطر واضحه ومحدده، وكل شخصيه في هذه المنظومه تبقى لها دور محدد. لكن انا بس عاوز اقول لك حاجه برضه، عشان لانه كتير قوي بيتكلموا على انه ما بيعرفش يقرا ويكتب. انا كنت في مدرسه حكوميه برضه ثانوي عام، في اولى ثانوي دخلت انا الولاد في اولى ثانوي في هذه المدرسه اسمها ام المؤمنين في حلوان. انا اتكلمت معاهم ودول في اولى ثانوي كويس عن مشكله سد النهضه، كان الدرس عن الري والميه المناهي وكده. انا سالت سؤال انا اعتقد ان كتير مش يمكن ما يعرفوش في مصر، انه تعرفوا يا اولاد حصتنا المياه قد ايه في مصر سنويا؟ هذه البنت اللي في اولى ثانوي لما تقول لي انها 55 مليار متر مكعب سنويا، هذه البنت لابد تكون طالعه من منظومه التعليم جاي، ليست بهذا السوء اللي احنا بنتكلم عليه انه ما بيعرفش يقرا ويكتبوا. طبعا غير انا زميله لها والله كتبت قصيده في مدح الرسول عليه الصلاه والسلام رائعه، وهي في ناس احنا مش مختلفين يا دكتور احمد، معلش احنا عندنا 20 مليون لا يطلع منهم 1000 2000 50000 100000 حتى من 20 مليون. طب تعالى نتكلم بالنسبه ايه؟ تعالى نحط ايدينا بقى على المشكله، يعني اللي حضرتك بتقوله دوت، وبنشوف الحقيقه نماذج رائعه من الاطفال ومن الشباب واللي بيتقدموا الحقيقه حتى في مجموعه اختراعات، واحنا شايفين عندنا شباب مخترع ما شاء الله، الله اكبر عليهم، بيكسبوا مسابقات على مستوى العالم. مسابقات صحيح يعني. لكن انا هرجع لثقافه الشعب المصري تجاه التعليم الفني. صحيح. ودي ليها دور كبير جدا في الحقيقه انحصار ظاهره ظهور مرة تانية مهنية وحرفية العامل الفني. صحيح. شايفها ازاي ومين السبب فيها وتتحل ازاي؟ شوف استار، الفكرة كلها انه اي نوع من التعليم لابد انه يبقى يوفر فرصة عمل جيدة، بعد اولا يؤهل الولد ده او المتعلم لانه يبقى عضو صالح في الحياة. يعني ايه؟ يكسبوا مهارات الحياه نفسها الاول. انا تصوري اي نوع حتى تعليم فني، الناس متخيله ان التعليم الفني بيعلم اولاد مهنه وصنعه وكده. لا مش صحيح. صحيح. هو الاول الاول يكسبوا مهارات الحياه، انه يبقى انسان صالح يعرف ازاي يتعامل مع البشر،
يعرف ازاي يشتغل في فريق، يعرف ازاي يفكر في مشاكله اللي هتواجهه. ده بصفه عامه اي نوع من التعليم. التعليم الفني حاجه اكتر بقى، انه بيكسبوا كمان مهنه يدويه عشان يقدر يشتغل. كويس. لو هذه المنظومه، لو احنا وفرنا هذا فرصه تعليم جيده وتدريب جيده، هيلاقي عنده فرصه شغل جيده زي ما كنا بنتكلم في الاول. انه لو انا ابني دلوقتي، لا على فكره في معاهد صحيه دلوقتي في مصر بتاخد مجاميع اعلى من اللي بيروحوا ثانوي عام. ده اللي انا عايز اقوله. ليه؟ لانه عنده فرصه عمل مضمونه. صحيح. هي دي النقطه. لو احنا ضمننا لهذا الولد فرصه عمل جيده، فرصه تعليم جيده وتدريب جيده، بحيث انه يوضع، وده اللي كنا بنتكلم فيه يمكن قبل الدخول على الهواء، ان احنا دلوقتي بنحط حاطين شعار عندنا كده، ان هذا التعليم الفني والتدريب المهني لابد يوضع في اطار من الجوده العالميه. يعني بمعنى ايه؟ انه في ثانيه منظومات التعليم الفني والتدريب المهني في العالم دلوقتي بقت لها ستاندر، لها معايير عالميه. لا ما اقدرش اجتهد انا وابعد عنها. ليه؟ لانه بعد شويه على فكره الاتحاد الاوروبي دلوقتي بيعمل حاجه اسمها اطار قومي المؤهلات بتاعها. افريقيا بتعمل كده. هيبقى مطلوب منا قريب جدا ان احنا لازم نبقى جزء من هذه المنظومه، والا مش هنلاقي فرصه بره الله يكرمك. وبالتالي لابد ان انا اكون اضع هذه المنظومه عندي في اطار من المعايير العالميه، عشان اولادي دولت زي بالظبط اللي خارج من اي على فكره دلوقتي حاليا واحنا بنتكلم كده في شغل شغال عشان نقدر ناخد اعتراف ومعادله لمؤهلاتنا المهنيه من دول الاتحاد الغرب الاوروبي زي المانيا وقسم الدول. انا عايز برضو من ناحيه لو ان الولد بقى هي دي، لو ان حضرتك ابنك انت اللي ضمنت له فرصه تعليم جيده، تدريب جيده، وفرصه عمل ديسنت جوب زي ما مكتوبه طبعا في 2030، خلاص ابنك هيروح هناك دغري لوحده. لوحده. ليه؟ لانه لما يشوف المثال اللي زيه اللي هو خريج الجامعه يا دكتور احمد، خريج الجامعه اللي قاعد مش لاقي فرصه عمل وهو بيشتغل وبيكتسب، وبعدين الارقام اللي بيتقاضوها الفنيين والحرفيين النهارده اصبحت ارقام جيده جدا. انا اتخيل وهتبقى اجود. وانا قاعد الناس كل ولادنا اللي بيلتحقوا بهذا النوع من التعليم اللي هو مستقبل مصر. على فكره احنا كنا 60% تعليم فني و40% تعليم، دلوقتي للاسف الشديد العمليه 50-50 تقريبا. لا، المستقبل لهؤلاء الاولاد، ومفيش دوله في العالم بنت اقتصادها الا بناء على شغيله هؤلاء الاولاد وايديهم. طيب. وبالتالي انا اعتقد ان شاء الله بس هذه المنظومه توضع في اطار زي ما قلنا من الجوده العالميه، عشان يبقى الولد بياخد خدمه جيده وبيلاقي فرصه عمل جيده، وحضرتك ويقدر هنا وبره في كل حته. استاذ احمد، حضرتك زرت جامعه جنوب فلوريدا وجامعه كمان في زيورخ في سويسرا، يعني اطلعت على تجارب عالميه نقدر ان احنا نقيس عليها وننقل منها، باننا بنتكلم عن النقل من العالم الغربي او يعني المقاييس العالميه. هل ده وضع في الاعتبار حين وضع السياسه؟ وهل وضع في الاعتبار ايضا حاجه السوق العربيه اللي هي اكثر احتياجا للعماله؟ شوفي ده سؤال ممتاز جدا. على فكره انا زرت هذه الدول من سنين، لكن كمان احنا عشان برضو لان انا اول ما جيت في يناير اللي فات في حاجه اسمها بيقول لها ايه، بيسموها ايه، ان احنا نجيب النماذج العالم دي وندرسها الاول قبل ما نعمل اي حاجه. وده قعدنا شهرين بالظبط ندرس في هذه النماذج عشان نشوف الناس دي عشان تطور تعليم الفن والتدريب المهني بتاعها عملت ايه. عشان كده عشان نبني منظومتنا بعد يعني بناء على اللي هم عملوه، احنا مش لازم نبدا من الصفر، يعني محدش بيعمل كده. وكمان بنبني على الشغل اللي عملناه قبل كده. هذه الفكره طبعا